خطاب الرئيس أحمد الشرع بشأن سوريا الجديدة فلنشاهد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قبل بضعة أشهر تهيأت لي دمشق كالأم المتفانية ترمق أبنائها بعين المستغيث المعاتب، وهي تشكو الجراح والذل والهوان، تنزف دما وتكابر على الألم، وتكاد تهوي وهي تقول: أدركوا أمتكم، أدركوها قبل أن يلحق بكم عار الأمم. فدمشق التي أورثتكم عز الشرق ومكانة المجد، فالشام خيرة الله من أرضه، سوريا الحضارة، سوريا التاريخ، الشام أمانة أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد. يا شام، كم كان يعذبنا أنين صوتها، فأي ذل أعظم من أن يحكمها طغمة الإجرام ويفعل بها الذي فعلوا. هدموا بيوتها وهجروا أهلها وعذبوهم في سجون الظلام، ثم ضغطوهم بمكابس الحديد وأحرقوا جثامينهم بالأسيد، فناديناها بصدق: أن قفي دمشق، قفي وانهضي وتصبري. فعقدنا العزم ونظمنا الصفوف وتهيأت القوات وحددنا الهدف وملنا على عدونا حتى أدركنا الشام قبل أن تهوي. كسرنا القيد بفضل الله وحرر المعذبون، ونفضنا عن كاهل الشام غبار الذل والهوان، وأشرقت شمس سوريا من جديد. هلل الناس وكبروا، فكان الفتح المبين والنصر العظيم، يوم انتصر الحق على الباطل والعدل على الظلم والرحمة على العذاب. أما بعد أيها السادة، إن الصفة المتعارف عليها في الحرب والمعركة العسكرية هي الخراب والدمار وسفك الدماء، غير أن نصر سوريا تحقق وملئه الرحمة والعدل والإحسان عند القدرة. فإنه قد خاب من ظن أن الحرب تبيح الأخلاق، بل إن السلطة والمال والسلاح فساد عريض ما لم تحكمه القيم والأخلاق. وإن فلسفة الصراع هو صراع الحق مع الباطل والخير مع الشر والعدل مع الظلم، فكلما تساوت أخلاق أهل الحق مع الباطل خسروا وأن انتصروا، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين رغم أنه انتصر. وإن اللحظات الأولى للنصر قد تكون هي عينها اللحظات الأولى للهزيمة، فإن الغرور إذا لازم المنتصر بعد نصره ونسي فضل الله عليه أودى به إلى الطغيان. إن النصر له تكليف بحد ذاته، فمهمة المنتصرين ثقيلة ومسؤولية عظيمة. فإن النظام البائد خلف جراحات عميقة مجتمعية واقتصادية وسياسية وغيرها، وإصلاحها يتطلب حكمة عالية وعملا دؤوبا وجهدا مضاعفا. فواهم من ظن أن زمن النصب قد ولى وأن الراحة قد أقبلت. إنما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى، فكما عزمنا في السابق على تحريرها، فإن الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها. إن سوريا قيمة بحد ذاتها، وهي ترفع من يخدمها. ما شاء الله، بارك الله فيك يا أبو محمد. نسأل الله عز وجل أن يحفظك من كل سوء، ونسأل الله عز وجل أن يوفقك إلى كل خير، وأن يبعد عنك كل مكروه. اللهم آمين يا أرحم الراحمين. ومبارك مبارك للشعب السوري جميعا، مبارك هذا التحرير، مبارك هذا النصر للشعب السوري جميعا. انتصار الثورة السورية مبارك لكم يا إخوان.